معانا أولى فقراتنا النهاردة، وضيفنا سيادة القبطان ياسر المسلمي، رئيس الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. بداية عايزين نسأل حضرتك ليه بنعتبر أن موضوع اليخوت هو عبارة عن يعني مش حاجة للرفاهية، ولكنها صناعة اقتصادية مهمة جدا. ما هي اليخوت هو مشروع اقتصادي عائم. طبعا عشان يتبني يخت ف كم واحد بيبنوه، كم مهندس بيشرف عليه يعني في الديزاين والانتيريور، الديكورات، الحاجات دي كلها، كم واحد من بره كمان الخدمات اللوجستيه اللي هو وصل المعدات والحاجات اللي اتبنت بيها اليخت. منظومه كبيره اشتغلت في اليخت ده عشان تطلعه في الاخر. بعد كده بيتنقل اليخت ده ويروح على المارينا، الطقم اللي بيشتغل عليه، الكباتن واطقم الضيافه والبحاره، الكرو اللي بيشتغل عليه. بعد كده الخدمات اللوجستيه اللي بتتقدم من المارينا، من موظفين المارينا والمديرين وعمال الرباط. بعد كده طبعا في نقل سياحي، وفي يعني ده مشروع ضخم جدا، وهو اقتصاد كل الدول دلوقتي بتهتم بيه لانه بيفتح فرص عمل كبيره. وطبعا ده اعلى قطاع في السياحه انفاقا ودخلا، طبعا مقارنه بالسياحه التقليديه. ممتاز جدا.